اهلا بيكم معانا في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم الخبز العراقي، عيش حلو قوي. يا ريت تجربوه، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. شايفين شكله حلو ازاي؟ هتعملوه معايا خطوة بخطوة وبأسهل طريقة. اول حاجة هنحتاج 4 كوبايات مية، معلقتين سكر، معلقتين خميرة، هنغطيهم ونسيبهم 10 دقايق عشان الخميرة تبدأ تشتغل. دلوقتي الخميرة بدأت تشتغل زي ما حضراتكم شايفين شكلها. هنقلبها هنضيف 2 كيلو دقيق. انا هنا عاملة كمية كبيرة، ممكن حضراتكم تقسموا المقادير على النص، تستخدموا مقادير لكيلو واحد، مفيش مشكلة. انا هنا مستخدمة دقيق عادي بتاع الخبز لكل الاستعمالات. هنضيف عليه معلقتين من الملح، وبعدين نبدأ العجن. شايفين العجينة بتلزق شوية في الايد زي ما حضراتكم شايفين. هنغطيها ونسيبها تتخمر لمدة ساعة. دلوقتي العجينة اتخمرت، هنبدأ نشكلها زي ما حضراتكم شايفين سمكها عامل ازاي. هنرش دقيق كويس عشان العجينة بتلزق، وبعدين نبدأ بتشكيلها. بعد ما نزلنا العجينة ممكن نبدأ نعمل فيها الحركة اللي انا بعملها دي، بتنيها عشان كده بدخل فيها الهواء لحد ما العجينة تلم معانا. كده العجينة جهزت، هنبدأ نقطعها. طبعا الحجم بتاعه حسب الحجم اللي احنا حابينه، انا هنا عاملة حجم متوسط. هنقطعه بالقطاعة ونبدأ نشكله، بس انا هحاول اقرله شوية عشان اعرف اقطعه بالقطاعة.
وهنبدأ نشكله الشكل اللي حضراتكم شايفين. بنضغط على الحروف بس ونفتح ايدينا من النص عشان يطلع الشكل ده. هنعمل تاني نفس الفكرة، نضغط على الحروف واحنا بنرولو كده ونخلي ايدينا مفتوحة من النص، ده شكله. وبنسيبه يرتاح 10 دقايق يا دوبك. على ما نكون خلصنا الكمية بيكون اول حاجة ارتاح، نبدأ نجهزه. هنا انا هستخدم كوباية مية، معاهم معلقتين دقيق، وهنقلب ده عشان هندهن بيهم وش العيش. ده شكله بعد ما ارتاح. هنبدأ نفرده. طبعا العجينة بتاعته بتلزق، بالراحة بنشد من طرف ونفرد من الناحية اللي احنا شدينا منها، وبعدين هنقلب من الناحية التانية، هنشده برضو ونفرد. وده شكله النهائي. هنشيله، خلي بالنا نحطه احسن على دقيق كويس او على فوطة برضو مرشوشة بالدقيق، عشان العجينة بتاعته زي ما قلت لحضراتكم بتلزق جامد. هنا هندهن الوش بتاعه بالخليط اللي احنا عملناه، الدقيق مع المية. طبعا بعد ما شكلناه كده لازم نسيبه يرتاح برضه 10 دقايق، وبعدين هندهنه بالخليط ده ونرشه
بالسمسم. والفرن يكون سخن عندنا من ناحية الشواية بس، مش هنولع الفرن من تحت. هنحطه وبعدين نقلبه. زي ما حضراتكم شايفين شكله حلو قوي وطعمه جميل جميل جميل. ياريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه. اشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.